في مصادر مجانيه موجوده كفيله ان هي تعلمك ديجيتال ماركتنج اولا صح، ثانيا ان انت تاخد فيها شهادات معتمده زي جوجل مثلا، ثالثا ان هي تحطك فعلا على طريق وتفهم ديجيتال ماركتنج صح. ناس كتير بتسال ازاي ابدا في مجال الديجيتال ماركتنج، وكتير من الناس بشوفها بتخش تسال على جروبس مثلا على سوشيال ميديا زي فيسبوك وكده، انا خدت كورس مع الشخص ده انا متاكد منه، متاكد من الكواليتي بتاعته، وتلاقي ناس كتير عماله تتكلم عن شخص، وتلاقي ناس تانية داخله تتكلم عن شخص تاني، واللي يقول لك مثلا ابعت لي مسج وانا هرشح لك حد انا مجربه. طيب في مشكله هنا، المشكله دي مهمه جدا ولازم تكون مركز فيها. المشكله دي ان اصلا في اكاديميز للاسف بتعمل ده، بتخلي ناس موجوده في التيم او في الشغل معاهم هم اللي يخشوا يكتبوا الكومنتس دي، مش بتبقى ريكومنديشنز حقيقيه. فدي نقطه لازم تكون واخد بالك منها وانت بتسال اي حد في اي جروب ان انت عايز تاخد كورس ديجيتال ماركتنج. طيب انا دلوقتي لو عايز اخد كورس مع حد اوفلاين وهدفع مثلا فلوس، ازاي اتاكد ان الكورس ده فعلا كويس ومش هيضحك عليا فيه؟ اول حاجه لازم تعرفها ان انت تشوف اصلا ايه المحتوى بتاع الكورس ده، بمعنى ان الكورس ده انا لما هخشه هدرس ايه بالظبط، والحاجات اللي انا هدرسها دي تبقى كل حاجه فيهم بتدرس في وقت قد ايه. لان انت معلش ممكن تخش تاخد كورس بس يبقى فيه كلمتين ثلاثه نظري، ويقول لك مثلا ان انت خدت ماركتنج استراتيجي في ساعتين ثلاثه، خدت ميديا باينج في ساعتين ثلاثه، اصلا الكلام ده على ارض الواقع منطقي؟ مفيش حاجه اسمها كده. فانت دي اول حاجه لازم تعملها، انك تشوف المحتوى بتاع الكورس نفسه، وتشوف الديوريشن بتاع الكورس، يعني الكورس ده بيبتدي امتى وبيخلص بعد قد ايه، وكل سيشن فيه مثلا بتقعد قد ايه اصلا، والكونتنت اللي جوه السيشنز دي بيبقى قد ايه. طبعا دي قصه مهمه جدا لازم تركز فيها. طيب الحل الثاني ايه في الموضوع ده؟ ان انت تاخد الكونتنت بتاع الكورس ده وتحاول تعرضه على حد اكسبرت في المجال، وتقول له انا والله قدامي الكورس ده وده الكونتنت بتاعه، وخد رايه بكل صدق طبعا وبكل شفافيه في الموضوع. دي طبعا هتبقى نقطه ثانيه مهمه جدا تخليك تتاكد ان الكورس ده فعلا يستحق المبلغ اللي انت هتدفعه فيه ولا ما يستحقش. طيب النقطه بقى الاسهل من كل ده، ان اصلا في مصادر مجانيه موجوده كفيله ان هي تعلمك ديجيتال ماركتنج اولا صح، ثانيا ان انت تاخد فيها شهادات معتمده زي جوجل مثلا، ثالثا ان هي تحطك فعلا على طريق وتفهم ديجيتال ماركتنج صح. وده موجود ومتوفر، وللاسف مفيش ناس كتير بتتكلم عنه، لان كل الناس عايزه تعلن عن الكورسز بتاعتها، وكل الناس تقول انا بدي كورسز وبدي ورك شوبس وكده، وممكن تخش فعلا تلاقي الكونتنت اللي موجود ده هو اصلا موجود فور فري، والناس دي جايباها من المصادر دي بتطلع تقولها في كورسز مش اكتر. تعال نشوف مع بعض الكورس الاونلاين اللي موجوده فور فري عامله ازاي، وانا هوريك بالدليل ومن مكان موثوق زي جوجل. يعني انا ما جايب لك جوجل عشان اقول لك ان انت تاخد كورس مع جوجل في الفاندمنتالز بتاعت الديجيتال ماركتنج من غير ما تدفع ولا جنيه. طيب تعال نشوف الكونتنت جوه جوجل عامل ازاي. طيب اول حاجه انت محتاج تعملها ان انت تيجي في السيرش بار تكتب جرو ويز جوجل، تمام؟ هيجي لك اول ويب سايت ده اللي هو جرو ويز جوجل، هتخش عليه هيحمل معاك بالشكل ده. لو طلعت بهنا بصيت هنا هتلاقي الاطلاع على الدورات التدريبيه والادوات، هتدوس عليها. هتيجي هنا في المواضيع تنزل تنزل تنزل، هتلاقي تسويق رقمي، تمام؟ هتخش هتلاقي الكورسز دي كلها على جوجل وكلها فور فري، تمام؟ هتيجي على لو انت بتبدا خش على اساسيات التسويق الرقمي دي. تعال نشوف بقى مع بعض الكونتنت اصلا جوه بيبقى عامل ازاي. طيب بص، انت عندك الفاندمنتالز اوف ديجيتال ماركتنج، هتدرس فيه ايه؟ تمام؟ الكور كونسبتس اللي في الكورس اهي. اولا انت هتاخد فاندمنتالز اوف ديجيتال ماركتنج، دي طبعا اول حاجه مهمه. هتعمل بيلد للديجيتال ماركتنج استراتيجي، فهتتعلم الاستراتيجيز بتتعمل ازاي. جيت تو نو يور ديجيتال كاستمرز، ازاي تقدر تشوف الكاستمرز بتوعك وتوصل لهم. بعد كده كرييت انجيجنج كونتنت، ازاي تعمل كونتنت يحقق فعلا تفاعل. النقطه اللي بعد كده ان انت ازاي تقدر تحقق اقوى حاجه من البيزنس داتا بتاعتك، يعني الارقام بتاعتك او الداتا بتاعتك ازاي تعمل لها اناليسيز، وازاي تعرف تستفيد بيها ان انت تدخل بروفيت للبيزنس اللي هتشتغل معاه. طيب ازاي تخلي السوشيال ميديا تشتغل عشانك، يعني ازاي تقدم كونتنت على السوشيال ميديا وتقدر تطلع من خلاله فلوس. طيب النقطه اللي بعدها ازاي تخلي الكاستمرز يقدروا يوصلوا لك من خلال السيرش، يعني اورجانيك سيرش يخلي الكاستمر يشوف البيزنس بتاعك او يشوف الشغل بتاعك انت. كمان هتستفيد ايه؟ امبروف يور بزنس ويز ويب سايتس اند ابس، ازاي تستخدم البيزنس في الويب سايت وموبايل ابلكيشنز. ازاي تعمل اوبتمايز للاونلاين شوبينج اكسبيرينس، ازاي تعمل ريتش للانترناشونال كاستمرز وتوصل يعني لكاستمرز على مستوى العالم مش بس في بلدك. ازاي تختار الماركتنج تشانل الصح للبيزنس مسؤول عنه مع الكلاينت بتاعك، تمام؟ ازاي تعمل ريتش للكاستمرز اللوكال اللي هم المحليين. ازاي تعمل افكتيف ايميل كامبينز، كمان هتدرس الايميل كامبينز وازاي تعملها. ازاي تعمل انجيجنج فيديو فور يور كاستمرز، ازاي تشتغل على الفيديو. كمان جيت تو نو يور جوجل ماركتنج تولز، تمام؟ تقدر تشتغل ازاي بجوجل ماركتنج تولز زي جوجل اناليتكس وجوجل تاج مانجر وازاي تستفيد منهم. طيب الحاجات اللي انا شرحتها لك دي كلها هي حاجات فور فري جوجل مقدمها، طبعا ده غير ان جوجل عندها كورسز اكتر بكتير جدا. انت لو دخلت تعمقت فيها هتكتشف اصلا ان انت عندك كميه تولز متوفره فور فري، بس ما حدش هيتكلم عنها او ما فيش ناس كتير بتتكلم عنها، لان الناس عايزه تروح طبعا للطريق الثاني، ان انا والله العظيم بقدم كورس والكورس ده انا اصلا عامله بخصم 85%، انت مش هتدفع غير 15% وهتاخد كونتنت عليه خصم 85%، فانت هتقول والله دي فرصه ما تتعوضش. بس انت لازم اصلا علشان تشتغل في الديجيتال ماركتنج وتتعلمه تفهم اصلا الديجيتال ماركتيرز بيعملوا ايه وبيشتغلوا ازاي. فاحنا عندنا تولز كتير فور فري، ده جزء منه، وفي اجزاء كتير برضو موجوده. اخر حاجه لو عايزني اتكلم في اي فيديو لاي حاجه تخص الديجيتال ماركتنج اكتب لي بس في كومنت، وانا اوعدك ان انا هعمل لك الفيديو ده بكل تفاصيله بكل التولز اللي متوفره فيه فور فري في اقرب وقت.